السلام عليكم يا رجاله. النهارده ان شاء الله مراجعه النظري بقى مش العملي، بس الفرق ايه ولا اي حاجه. هنحل زي ما حلينا العملي. هنحل ايه بقى؟ هل اسئله انا يعني مفكر فيها ومرتجلها وكده؟ بصراحه لا. احنا جمعنا الاسئله اللي الوزاره قالت لنا الاسئله دي هتيجي. هل قالت لي انا لوحدي او قالت لباقي الزملاء وما قالتلكوش؟ لا، هي قالت لنا الاسئله هتيجي زي ما جت الترم اللي فات، من الاسئله اللي بننزلها في التقييمات الاسبوعيه، الامتحانات الشهريه، الحاجات اللي الوزاره اصلا بتنزلها هنمتحن عليها تاني وهنعيد صياغتها. فرحنا عملنا ايه؟ جبنا كل الاسئله اللي موجوده اللي الوزاره نزلتها وهنيجي نحلها دلوقتي سوا. فنبدا نشوف الاسئله سوا ونحل، وبالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال معانا بيقول لك ما المقصود بشبكه الكمبيوتر؟ شبكه الكمبيوتر دي احنا شرحناها قبل كده. هي اولا بتشبه العنكبوت، بتوصل المعلومات ببعض، والقصه دي كلها احنا شرحناها. كل ما نعدي على سؤال هندي هنت بس كده، مش هنحل على طول يعني. فهل هي برنامج لتخزين البيانات؟ لا، هي مجموعه اجهزه متصله، هي مجموعه اجهزه متصله لتبادل البيانات. السؤال اللي بعديه، اي مما يلي يعد مثالا على شبكه محليه لان؟ اللان هي دي عباره عن ايه؟ اللان عباره عن مكان اصغر من اللي هي اصغر اريا بنغطيها. عندنا لان ووان وانترنت. اللان دي هي اصغر حاجه، المحليه اصغر واحده. فاحنا عندنا شبكه اجهزه مبنى داخل مبنى واحد. طبعا هي دي اصغر حاجه احنا قادرين نغطيها. اي من التالي يعتبر وسيله اتصال لاسلكي؟ طبعا لا الكابل النحاسي ولا الايثرنت ولا الالياف الضوئيه ولا الواي فاي. الاجابه هي الواي فاي. عندنا هنا سؤال رقم 4 بيقول لنا أي نوع اتصال يتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات؟ كابل محوري؟ لا، هو أصلا مش عندنا. بلوتوث سريع، وهو بس هو وايرلس في الأول والآخر. هو إجاباته في الأغلب الأسئلة اللي بيسألك عليها وايرلس ومساحة ضيقة زي ما يظهر لنا بعد كده. لكن في السرعة هو مش أسرع أبدا من الألياف الضوئية، فالإجابة بتاعتنا هتبقى الألياف الضوئية. ما وظيفة عنوان الاي بي؟ استنى، عايزين ندرو ونتحرك كده أحسن. ماشي، بس مش عايزين ندرو كده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. آه، كده مثلا، ونخليها، ولا بلاش ندرو، تعالى نعمل ده. ماشي، ونخليها ازرق، وكده مثلا نعمل كده. نجاوب كده احسن. ماشي، هنا قلنا واي فاي، هنا بلوتوث، وهنا ما وظيفة عنوان الاي بي؟ الاي بي ده هو في الاول والاخر بيعرفنا العنوان. احنا عندنا دلوقتي اي بي بيعرفنا العنوان، بعد كده عندنا دي ان اس هو بيترجم لنا العنوان واليو ار ال الطبيعي اللي احنا بنبحث بيه. يعني احنا عندنا الفيسبوك، وعندنا الفيسبوك ده عباره عن العنوان بتاعه اصلا متعرف اي بي باي ارقام تبقى واضحه مثلا في المثال ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اي بي كده كتب بالطريقه دي. فاحنا مثلا نيجي نسيرش في الفيسبوك، بنسيرش عليه ازاي؟ بنكتب اسم الفيسبوك، ما بنكتبش الاي بي. المهم انا رحت جبت ميه عشان صوتي بدا يروح خلاص. الواحد نشف، بنصور عملي ونظري في نفس اليوم، عندنا حصص في سنتر وليله يعني. فهنا كنا شرحنا قصه الاي بي، وان الفيسبوك اي بي مثلا انت بتكتب في فيسبوك، ما بتكتبش الاي بي بتاعه. لو الرقم ده انت عمرك ما بحثت عن فيسبوك انستجرام او اي ويب سايت مثلا على كروم بالاي بي بتاعه. فدي وظيفه مين؟ دي وظيفه الدي ان اس. هل ده موجود دلوقتي؟ هو السؤال اللي بعديه على طول بيقول لك ما فائده اسماء النطاقات؟ حلو. كل ده احنا رحنا له ليه وعملنا سكيب اللي فات؟ عشان اشرح لك اصلا الاي بي ده بيعمل. الاي بي ده هو بيشاور على العنوان، والعنوان ده بقى بنترجمه بنفهمه، فاهم؟ طبعا هنا اي بي بيحدد اسم الموقع، لا، موقع الجهاز على الشبكة. أيوة، بيحدد عنوانه. يتكون عنوان IPv4 من 4 مجموعات من الأرقام. استنى بقى، أنت مستفز. أهي 4 مجموعات من الأرقام، اخترناها عدل. ماشي، اللي هي زي ما شفنا ال 192 كانت مكتوبة زي تلاقيها 4 بلوكات. الشبكة التي تغطي مساحة جغرافية كبيرة تسمى وان. في نمط بير تو بير. احنا عندنا نمطين. عندنا اول واحد فيهم البير تو بير. بير تو بير ده عباره عن ايه؟ ان احنا في علاقه مشتركه بين الاثنين وبيتعاملوا مع بعض، مفيش كلاينت وسيرفر وكده، هما الاثنين بيتعاملوا مع بعض على طول. في علاقه متساويه في الصلاحيات يعني. البلوتوث تستخدم غالبا في ربط اجهزه قريبه المدى. طبعا البلوتوث مش واسع. من عيوب الاتصال اللاسلكي ان هو عليه تشويش، ممكن لو في تشويش يتاثر بيه، لان هو مش مادي فما بيتاثرش باي حاجه ماديه، لكن هو مشكلته التأثر بالتشويش. خلي بالك بقى الحاجات دي اصلا مش عيوب، سهوله استخدام، مرونه، كل تكلفه، فانت اصلا حتى لو مش فاهم فده العيب الوحيد اللي موجود اصلا، الباقيين دول مميزات. السؤال ده جاوبناه. ما فائده اسماء النطاقات الدومين نيمز؟ هي استبدال عنوان الاي بي. يوه انت مستفز. احنا ممكن نختار كده، اختار الحرف بس. اي نمط شبكه يعتمد على وجود خادم رئيسي عكس البير تو بير؟ هو الكلاينت سيرفر. من فوائد استخدام الشبكات؟ منع تبادل البيانات؟ لا دي مش فايدة. تقليل كفاءة الأجهزة؟ مش فايدة. زيادة حجم البيانات؟ برضو مش فايدة.
مشاركة الموارد والمعلومات. شفت انت اصلا ممكن تستبعد وتجاوب يعني. اي من التالي يعد طريقة اتصال سلكية، الالياف الضوئية طبعا، مش الواي فاي ولا البلوتوث ولا الانفراريد. يفضل استخدام الاتصال اللاسلكي ليه؟ استخدام اتصال لاسلكي، فاحنا دلوقتي عايزين ميزه لانه بيقول لك يفضل، فهتيجي هنا بطيء دي مش ميزه، يتاثر بالتشويش مش ميزه، اكثر استقرار وامان هي دي ميزه فعلا، اقل امانا برضه مش ميزه، فهي الاجابه ج. اي من التالي يعد اسم نطاق، الباقيين دي كلها اي بيهات، كل دي اي بيهات اي بيهات اي بيهات، ده الوحيد اللي اسم اهو. الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق الى عنوان اي بي دي ان اس سيرفر، قلنا دي ان اس هو اللي بيترجم لنا. ما المقصود ببروتوكول الاتصال؟ هو مجموعه قواعد لتنظيم البيانات، اللي هي اصلا اشهر واحد فيهم عندنا تي سي بي اي بي، اللي هو بيستخدم في الاتصال عبر الانترنت، وده السؤال اللي بعده، اي بروتوكول يستخدم في الاتصال عبر الانترنت هو التي سي بي يو اي بي، تي سي بي اي بي ولا ايه؟ ماشي انت فهمت خلاص. قاعدة البيانات هي مجموعة ملفات غير مرتبة، برنامج لمعالجة النصوص لا، جهاز تخزين خارجي لا، مجموعة بيانات منظمة هي دي، مش غير مرتبة، بالعكس احنا عايزين ننظمها. الهدف الاساسي من استخدام قواعد البيانات، احنا عندنا قواعد بيانات شرحنا هي عباره عن ايه، بس هل شرحنا الهدف الاساسي؟ خلي بالك احنا بنشرح دلوقتي المنهج كله واحنا بنحل. فايه الهدف الاساسي من قواعد البيانات؟ هل تكرار البيانات؟ صعوبه الوصول؟ هل ده منطقي؟ لا. سهوله تخزين واسترجاع بيانات؟ طبعا هي ده الهدف الاساسي اصلا. تكرار البيانات دي انا مش عايز استقر، عايز بكرر البيانات ليه؟ زي حجم الملفات برضه ده عيب. بروتوكول اي بي مسؤول عن تشفير البيانات، تحديد عنوان الجهاز على الشبكه، صح. أهمية بروتوكول الاتصال ترجع إلى إنها هل هي اختيارية؟ لا، لأن بروتوكولات دايما إجبارية أو في الأغلب إجبارية، يعني هو بروتوكول بتتفقوا عليه فهو خلاص بقى إجباري، فهي ضرورية لنجاح الاتصالات بين الأجهزة. نظام إدارة قواعد البيانات اللي هو الدي بي ام اس، الداتابيز مانجمنت سيستم، هل هو جهاز حاسوب أو لغة برمجة أو برنامج لإدارة قواعد البيانات؟ باينة من اسمه هو برنامج قواعد بيانات، الداتابيز مانجمنت سيستم، نظام إدارة، فاهمني خلاص يعني. سؤال 26، أي من التالي يعد مثالا على نظام إدارة قواعد البيانات؟ احنا عندنا 4 اختيارات. احنا لو هنمشي بالاستبعاد، انت اوتوماتيك هتبقى عارف ان جوجل كروم ده هو سيرش انجن، انت في الاول والاخر بتبحث، مش مفيش داتابيز يعني، فمش هو. ويندوز اوبريتنج سيستم نظام تشغيل برده مش هو. والمايكروسوفت وورد هو عباره عن ابلكيشن انت بتكتب عليه. فلو انت مش عارف ان مايكروسوفت اكسس هو اصلا نظام اداره قواعد بيانات، انت بالاستبعاد اوتوماتيك كده هتفهمه يعني، فزي ما قلنا ايه، ممكن نحل بالاستبعاد اسرع علينا. 27، بروتوكول تي سي بي مسؤول عن تحديد عنوان الجهاز، ضمان وصول البيانات كامله وبالترتيب. ايوه، الاي بي بيحدد العنوان، التي سي بي بيضمن وصول البيانات كامله وبالترتيب. اي عباره صحيحه عن بروتوكولات الاتصال؟ هل هي غير ضروريه؟ ما قلناش كده. هل هي تختلف المستخدم الاخر؟ لا، هو بروتوكول يعني هي نظام انت اصلا محتاج تثبت وتضمن ان هو شغال، فهو بتنظم عمليات الاتصال بين الاجهزه. اي مما يلي يعد مثالا لقاعات بيانات؟ الصوره هي حاجه واحده، الفيديو حاجه واحده، جدول بيانات منظم هو اللي بيبقى فيه اكتر من بيان، فهو ده قاعده بيانات. سؤال رقم 30، عايز اقول لك ان احنا معانا فوق ال 120 سؤال، فاحنا يعني لسه ما جريناش بسرعه ولا حاجه. من مميزات قواعد البيانات، هل صعوبه تحديث البيانات؟ دي مش ميزه. تكرار المعلومات؟ مش مهمه اصلا. فقدان البيانات بسهوله؟ دي مش ميزه. سرعه البحث والتعديل؟ هي دي الاجابه الصح. ما المقصود بالجدول في في قاعده البيانات؟ هل هو مجموعه من البرامج؟ لا. مجموعه من السجلات المرتبطه؟ ايوه. هو الجدول عباره عن ايه؟ عباره عن كده كده، فده سجل وده سجل وده سجل. يعني ايه سجل؟ يعني احنا مثلا عندنا هنا في نيم مثلا الاسم بتاعه، وهنا باقي الحاجات بتاعته، اسم، سنه، المدرسه بتاعته، درجاته، فده الصف ده كله هو عباره عن سجل الطالب ده، اسمه وبياناته كده. فهو الجدول ده عباره عن ايه؟ عن مجموعه من السجلات. العمود في جدول قاعدة البيانات يسمى حقل، عكس السجل. الصف سجل، العمود حقل. حقل لان هو بيقيس حاجه معينه، هو بيقيس السن، فالسن ده هو حقل السن، هو ده العمر يعني، هو ده اللي احنا بنقيس حاجه، مش بنقيس مواصفات شخص معين، لا احنا بنقيس اتريبيوت يعني صفه معينه في الشخص ده. الصف في جدول قاعده البيانات يسمى، قلنا خلاص هو سجل. أي مما يلي يستخدم للتمييز بين السجلات داخل الجدول؟ المفتاح الأساسي اللي هو البرايمري كي، احنا عندنا اللي هو مثلا زي الاي دي، مثلا بنبدا بالاي دي، هو اللي بيميز كل شخص طالب عن التاني، مش الاسم في الاغلب لان الاسم ممكن يتكرر. المفتاح الاساسي برايمري كي هو لسه بنقول عليه، هل هو حقل يتكرر في الجدول؟ لا احنا عايزينه، لا احنا عايزينه حقل يميز كل سجل تمييزا فريدا زي ما قلنا. اي من التالي يعد مثالا لحقل في جدول طلاب؟ بيانات طالب
طالب واحد، يعني الخيار ده طالب واحد لا، رقم الجلوس لا، جدول البيانات لا، اي بيان التالي يعد مثالا للحقل. سوري، حقل يعني عمود. يعني احنا عايزين صفة. ايه الصفة دي بقى؟ هل بيانات الطلاب كلهم؟ لا، ولكن رقم الجلوس هو حقل، لان هو خانة واحدة بس يبقى مكتوب فيها رقم الجلوس. فانا سوري، انا افتكرت هو عايز سجل يعني. هي رقم الجلوس. ما وظيفة النماذج فورم في قاعدة البيانات؟ ادخال وعرض البيانات بسهولة. اي عنصر يستخدم لعرض البيانات بشكل منظم على الشاشة؟ التقرير. لو انت عايز تعمل جدول يعني، مش زي انك زي برزنتيشن يعني. اي مما يلي يعد مثالا على السجل. السجل اللي احنا قلنا اللي هو الصف ده عبارة عن ايه؟ صف يحتوي بيانات طالب واحد. هي واضحة وقالك صف اصلا. نوع البيانات المناسب لتخزين الاسم. احنا عندنا بيانات. البيانات دي هل ينفع اخلي تخزين الاسم احط جواه ارقام، وتخزين العمر احط جواه اسماء؟ لا طبعا. فبيقول لك نوع البيانات المناسب لتخزين الاسم هو نصوص. من شروط المفتاح الاساسي ان يكون فارغ. احيانا ما ينفعش اصلا يبقى فارغ ابدا. هل هو فريد وغير مكرر؟ مظبوط، فريد وغير مكرر. ما ينفعش يبقى قابل للتكرار ولا من نوع نص فقط. مش مهم، ممكن يبقى نص او ممكن يبقى لو هو مثلا اسم ويبقى برايمري كي اسم عادي يبقى نصوص. لو هو اي دي يبقى ارقام. التقارير الريبورت تستخدم في ادخال البيانات؟ لا، تقاريرها احنا بنتكلم عن البيانات بتاعتنا، فلا بنعدل ولا بننشئ، احنا بنعرض البيانات في شكل منسق. ما المقصود بالخوارزمية؟ طبعا مش لغة برمجة ولا جهاز حاسوب، هي الخطوات اللي احنا بنفكر فيها علشان نحل المشكلة. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا بنيجي نكتب كود بنشوف ده احنا هنعمل الفور الاول، بعد كده الاف، بعد كده مش عارف، فاهمني؟ فهي دي الجزء المهم عندنا، يعني ان احنا بنعمل خطوات مرتبة الاول قبل ما نحل. هذه الخوارزمية. من خصائص الخوارزمية الصحيحة انها غير مرتبة، بالعكس دي اهم حاجة فيها، ان هي تكون اصلا محددة ومرتبة، وهي واضحة ومحددة. أي مما يلي يعد مثالا للخوارزمية؟ خطوات إعداد كوب شاي. الخوارزمية تكتب عادة باستخدام خطوات لفظية أو رمزية عادي، زي اللهم صل على النبي، مش فاكر اسمه بالعربي إيه والله العظيم، بس اللي هي التسلسلات اللي كان عندنا الفلوت شارت والحاجات دي. أول خطوة عند حل أي مشكلة باستخدام الخوارزميات هي فهم المشكلة طبعا. أي حاجة تفهمها، بعد كده تبدأ بقى تشوف، تختبر حلولك، تنفذها، تكتب البرنامج آخر خطوة. من شروط الخوارزمية الجيدة أن تكون معقدة؟ لا طبعا، ليها بداية ونهاية، مظبوط. الباقيين كلها عيوب. أي مما لا يلي لا يعد من فوائد الخوارزميات؟ هل هي لا يعد من فوائد؟ يعني احنا عايزين ضرر. هل تنظيم التفكير؟ دي ميزة، احنا مش عايزين ميزة فنستبعدها. تسهيل كتابة برامج، نفس الفكرة. زيادة أخطاء الحل، بالظبط هي دي مش من الفوائد بتاعت الخوارزميات، هي مش فايدة عامة. زي ما بقول لك، انت لو عندك مخ بس مش محتاج تبقى فاهم المنهج، الاسئله بتاعت ايه الميزه وايه العيب هتحلها لوحدك يعني. انت بس تشوف يقول لك ايه اللي جاي من مميزات كذا، هتلاقي حاطط لك 32 عيب وحاجه واحده يعني وميزه. يعني يقول لك هل من مميزات الابن الصالح ان هو بيضرب ابوه بالقلم، وبيشتم اخواته، وحاطط امه في دار مسنين، ولا بيبر ابوه وامه؟ يعني فاهم، هي دي الامثله اللي موجوده يعني. الخوارزميه يمكن تمثيلها باستخدام الخرائط الانسيابيه. ايوه، هي دي فلوت شارت، انا كنت ناسي اسمها من شويه. لا مش كده يا بنتي بقى، اهو. الترتيب الصحيح للخطوات الخوارزمية يجب أن يكون طبعا منطقي ومتسلسل. أي من التالي يستخدم لتمثيل الخوارزمية بشكل رسومي؟ الخريطة الانسيابية أو الفلوت شارت زي ما قلنا من شوية، عشان أنا بمثل أنا يعني لغات وكده. لغات فيديو بعديكوا يعني، بس أنا الحاجات دخلت في بعضها. الخوارزمية الجيدة يجب أن تعطي نفس النتيجة دائما لنفس المدخلات. يعني أنا بقول لك والله لو عملنا واحد اتنين تلاتة المفروض يطلع كذا، نروح نيجي نعمله تاني يطلع واحد اتنين تلاته، يطلع ما يطلعش نفس الكذا ده، يبقى الخوارزميه غلط. فلازم عشان تبقى جيده تطلع نفس النتيجه لنفس المدخلات، الا لو ما بقتش خوارزميه احنا كده ما بقاش في منطق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شرب ميه. سؤال رقم 54. قبل تحويل الخوارزميه الى برنامج يجب تشغيل الحاسوب. يعني ماشي، هو انت المفروض شغال حاسوب يعني عامه، بس لا، انت بتفكر اصلا. حذف الخطوات الهبل ده، تغيير المشكله دي اخر حل اصلا ممكن تعمله. اختبار خوارزميه، مظبوط. انك تشوف اصلا اللي انت فكرت فيه ده هيبقى صح ولا لا، فتجربه الاول. ما المقصود بالبرمجه؟ كتابه اوامر يعني في عمل حاسوب. البرنامج هل هو جهاز الكتروني ام مجموعه اوامر تنفذ مهمه محدده؟ ملف صور
ام قاعده بيانات، هي مجموعه اوامر. البرنامج ده لو هي مش قصده تطبيق، بس البرنامج ده اللي هو الكود اللي انت بتكتبه يعني. لغه البرمجه هي وسيله تواصل، ولا مجموعه قواعد كتابه اوامر حاسوب، ولا نظام تشغيل؟ نظام تشغيل بعيده قوي يعني. لغه بشر برضو هي بعيده شويه، فاحنا ممكن نشيل لغه بشر ونشيل نظام تشغيل، وهن يعني هنفكر بين ب وج. هو عايز لغه برمجه. هل لغه البرمجه مجموعه قواعد كتابه اوامر الحاسوب؟ القواعد دي هي السنتكس اصلا يعني، هو دي في قواعد محطوطه اوكي، بس هل لغه البرمجه هي القواعد ولا هي الوسيله بتاعت التواصل؟ هي الوسيله بتاعت التواصل. انا بصراحه كنت هختار بيها من الاول واقول لك الاجابه على طول، بس حبيت امثل يعني اقول لك والله ده في جيم من فوائد تعلم البرمجه حل المشكله بطريقه منظمه. اي مما يلي يعد مثال بلغه البرمجه بايثون، الباقيين دول مش برمجه. مبرمج هو الشخص الذي يكتب الكود، برنامج لغه البرمجه غير ما نفكر يعني. قبل كتابه البرنامج يجب ايه؟ قبل ما بتكتب البرنامج احنا قلنا قاعدين بقى بنشوف الخوارزميات وبنفهم المشكله وبنعمل القصه دي كلها، ففهم المشكله جيدا. الخطوات التاليه بعد كتابه البرنامج هي الخطوه التاليه بعد كتابه البرنامج. بعد ما تكتب البرنامج تعمل ايه؟ هل بتفهم المشكله؟ يعني متاخر قوي، انت المفروض تفهم المشكله بدري عن كده. هل بتوقف الحاسوب او بتحذف الكود؟ لا، انت بتنفذ، تختبر البرنامج. لغه البرمجه تستخدم فيه، هل بتكتب رسائل بلغه البرمجه؟ لا ما اعتقدش. هل بتعطي اوامر للحاسوب؟ ما صح، بس احنا دايما زي ما اتعودنا ما نخشش على طول على الاجابه الصح. اول ما نحس ان الاجابه صح ما نخشش على طول في الاجابه، احنا بس نبص على باقي الاختيارات. فهل لغه البرمجه تستخدم في رسم الصور او تخزين الملفات فقط؟ لا، زي ما فكرنا من الاول خالص، هي اعطاء اوامر للحاسوب. السؤال اللي بعده، البرنامج الجيد يجب ان يكون معقدا؟ زي ما قلنا دايما بيديك المزايا ويروح رزعك عيوب بقى. تلاقي مثلا يقول لك معقد وغير واضح وطويل جدا. ما يا عم، من غير اصلا ما تفهم السؤال، انت الميزه الوحيده اللي عندك انه يكون خالي من الاخطاء. فاهو هي دي من غير ما تفهم اصلا ايه البرنامج وايه البرمجه دي، فاهمني؟ السؤال اللي بعده، اي مما يلي لا يعد من لغات البرمجه؟ احنا قلنا ان بايثون كانت معانا في السؤال اللي فات، جافا احنا كده كده عارفينها وخدناها، و اتش تي ام ال خدناها، فويندوز لا يعد. ماشي. 66، اختبار البرنامج يهدف الى زياده حجم الكود. اصلا ده عيب برضو، احنا مش عايزين نزود حجم الكود. اكتشاف الاخطاء وتصحيحها، حلو قوي. هو ده انت بتختبر حاجه عشان تشوف ايه الصح وايه الغلط يعني. مش زي ما بقول لك، الافكار اللي موجوده كلها هي افكار لوجيك منطق، مش افكار برمجه بس. النظر اللي عندك مش سهل، سوري مش صعب اصلا. احنا كده تقريبا وصلنا للنص يعني، في ربع ساعه اهو. المتغير في البرمجه يستخدم من اجل تخزين قيمه يمكن تغييرها، اللي هو الفاريبل، او لما بنكتب لت وبتكمل. الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد في عمله على النمذجة الاحتمالية والتنبؤ، ما بيعتمدش على عقل البني آدم ولا الحاجات الباقية دي كلها. اللغة المسؤولة عن بناء هيكل صفحة الويب، أول خطوة خالص ال HTML. بعد كده بقى بنبدأ نشوف القصة بتاعة ال CSS والتلوين والتحريك وكده. ال CSS بنلون، فتصميم شكل صفحة الويب بنلون دي يعني مهينة قوي، بس انت فاهمني. اسناد قيمة للمتغير يعني حذف المتغير؟ لا طبعا. اعطاء المتغير قيمة محددة، يعني هو بعد بتقول مثلا ليت اكس بتساوي 5، فاحنا بنعرفه ان الاكس دي بنديله قيمه محدده اللي هي ايه؟ الخمسه. الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعتمد على البيانات الضخمه او التوقع الاحصائي. طبعا هو بيعتمد عليهم جدا، وبيعتمد على تعلم البيانات. هو اصلا اسمه ماشين ليرنينج، فيعني فاهمني. فاحنا هو اصلا بيتعلم يعني، هو بيليرن. فالادراك البشري حقيقي طبعا، هو ما عندوش كونشس يعني. الوسم يستخدم لتمثيل فقره نص. الوسم هو المفروض انا اكتب لك الوسم ايه يعني. تعالى نكتب هنا درو مثلا، نحط الوسم. يا لهوي دي كبيرة أوي. مفيش هنا تكست عادي، عايزين نضيف تكست. هندسة مش مهم، تعالى نحس بيها. نصغره خالص. الوسم بي، أو نخليها اتش 1. اسم اتش 1. وهنا بعدين نبقى نشوف لو في حاجة تانية. اتش 1 بيستخدم لصورة فقرة نصية ولا عنوان رئيسي؟ عنوان رئيسي. وعندنا البي للفقرات. أي خاصية تستخدم تغيير لون النص؟ اللون يبقى color على طول. اي مما يعد اسم متغير صحيح. نفهم الاول امتى المتغير ما بيبقاش صحيح. لو بادئ برقم، لو بادئ بمسافه، او بادئ باي رمز تاني غير الحروف. فهتلاقي ان ده، او مش بادئ بمسافه بس جواه مسافه، فده ما ينفعش عشان جواه مسافه. وده ما ينفعش علشان ايه؟ عشان ده مكتوب غلط، هو بادئ يعني. هنا العربي والانجليش عكسين بعض، بس هو هنا الاختيارات ايه؟ هو وان نيم يعني كاتب واحد بعدها نيم، فهو هنا بادئ بالواحد. رقم ج هنا بادئ بالواحد، ورقم ب او اختيار ب بادئ بسالب واحد، فالاثنين بايظين يعني.
فهي الاجابه صح الوحيده يعني من غير اي رموز في الاول. خلي بالك في الاخر ينفع بس تسيبك من الاختيارات الموجوده يعني. من امثله ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي: الوسم يستخدم العرض. الوسم هنا بقى ممكن نقول ان هنا مثلا بي، فبي دي اللي هي ايه؟ فقره نصيه. تعالى ارسم اكتبها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب كده مثلا تبقى كده كده. يا لهوي صعب، مش عارف اكتب، مش عارف اتحكم خالص بتاعي مثلا. يا لهوي بس دي بي يعني، بس يعني تعبانه شويه معلش، اعتبروني ما كتبتش حاجه كده، انا اسف. ملف سي اس اس خارجي يتم ربطه بصفحه اتش تي ام ال باستخدام، ما دي كمان بايظه يا جدعان. بس هي عامه يعني لو هو عايز مثلا عايز تربط آه، الحاجه كتبت لك كلاس مثلا، فهنا بتربطها بالكلاس عادي. يا لهوي يا لهوي سيبك كل ده يا كابتن. هي كلاس والجافا سكريبت بالاي دي. حلو. ما وظيفة لغة جافا سكريبت داخل صفحة الويب؟ هي اللي بتحرك بقى، فبتخلي جعل الصفحة تفاعلية. رقم 80: يستخدم المعرف اي دي في HTML في تكرار العنصر أكثر من مرة. لا، تحديد عنصر فريد في الصفحة. ربط ملف CSS صح. وبرضو الجافا سكريبت يعني مش CSS بس. وخلي بالك ده معناه ان لو هنا موجود اي دي صح، بس انا بقول لك المشهور اكتر هو الكلاس، لان لما بتبقى مغير مثلا حاطط باراجراف وعامل فيه كلاس عكس بتغير الكلاسات ذات نفسها عشان تغير لون كل كلاس لوحده. دي اشهر حاجه عندنا في الامثله يعني بتاعت المنصه. السؤال اللي بعده: لما تقول دوكيمنت مثلا ده بتاعت جوت element باي اي دي، هتبقى من اجل ايه؟ من اجل الوصول لعنصر في HTML. زي ما قلنا خلاص احنا بنجيب الاي دي يعني بناخد العنصر من HTML بالاي دي بقى، عايزين نعدل عليه بقى في CSS في جافا. تعيش حياتك. الخاصيه تكست كونتنت بتعمل ايه؟ بتغير محتوى النص باين من اسمها يعني. اي عنصر يستخدم لتنفيذ حدث عند النقر عليه؟ هو اون كليك، برضه مش مكتوبه. هو الحدث اون كليك يحدث عند تمرير الماوس. لا، عند نقر على العنصر سوري. هو اون كليك. الهدف من استخدام جافا سكريبت مع HTML هو انك تخليها تفاعليه زي تفاعل اي كود صالح لتغيير نص عنصر. تكست كونتنت، فين تكست كونتنت؟ اهي. تيجي مثلا هتبص تلاقيها موجوده فوق اصلا في الامثله اللي كنا حاطينها، او تكست كونتنت رقم 82. لتغيير حجم النص باستخدام جافا سكريبت نستخدم خاصية حجم النص يبقى تكست سايز أو فونت سايز أيا كان. نستخدم جافا سكريبت فونت ستايل دوت فونت سايز. انت ما تبقيش مستفزة بقى. ستايل دوت فونت سايز. أي مما يلي يجعل الصفحة تستجيب لإجراء المستخدم؟ أي حاجة فيها حركة جافا سكريبت. ما فائدة ربط زر بكود جافا سكريبت؟ برضه عشان نضيف تفاعل. أي مما يلي مثال صحيح لصفحة ويب تفاعلية. صفحة تحتوي نص فقط؟ لا. صور ثابتة؟ لا. يتغير محتواها عند الضغط؟ باينة من الكلام اللي بيتقال يعني إن إحنا عايزين تفاعل، في حاجة بتحصل، في حاجة بتتغير. يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحة ويب ثابتة من أجل هل من تشغيل خادم أو تشغيل قاعدة بيانات أو زيادة سرعة الإنترنت؟ يعني كان يا ريت، بس إحنا أو أكواد جميلة زي HTML و CSS اقترحها علينا كده. الصفحة الثابتة التي ينشأها الذكاء الاصطناعي تتميز بأنها تعتمد على تفاعل المستخدم. يتغير محتواها تلقائيا، تعرض محتوى ثابت، تحتاج جافا سكريبت. هو بيقول لك صفحة ثابتة بإنشاء الذكاء الاصطناعي. أي صفحة ثابتة تتميز إن هي بتعتمد على تفاعل المستخدم هي ثابتة. فبتغير محتواها تلقائيا برضه لأ، بتعرض محتوى ثابت لأنها ثابتة. الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد في إنشاء صفحات تفاعلية عن طريق إنشاء كود جافا سكريبت. أي عنصر يجعل صفحة تفاعلية عند استخدامه مع جافا سكريبت؟ اديني اختيارات يا كابتن. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صفحة ويب ثابتة يجب تحديد شكل ومحتوى الصفحة المطلوبة. اللغة الأساسية التي يقترحها الذكاء الاصطناعي جافا سكريبت. ليه؟ لبناء هيكل الصفحة. سوري. بناء هيكل HTML فقط خليها تفاعلية. أنا خلاص اتعودت على التفاعل اللي احنا قاعدين بنحل فيه من بدري ده. الصفحة التفاعلية التي تختلف عن الثابتة في أنها تستجيب لإجراءات المستخدم. أي مما يلي يعد مثالا لتفاعل في صفحة ويب؟ تغيير النص عند الضغط على الزر. من مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء صفحة ويب ثابتة؟ بيوفر وقت ومجهود. التي يقترحها الذكاء الاصطناعي CSS التي يقترحها الذكاء الاصطناعي تستخدم من أجل
من اجل تصميم شكل الصفحه. انا خلاص فهمنا الفرق بين HTML و CSS، احنا قاعدين نحل، قاعدين نفكر يعني. وعشان لو انت مش فاهم حاجه تحفظ الاسئله دي يعني، اعتراف اخير يعني. اصلا حاطين كل الاسئله اللي الوزاره جايباها وكل الاسئله اللي موجوده في التقييمات الاسبوعيه والتقييمات الشهريه، فهو مش هيخرج بره ده زي ما عمل الترم الاولاني يعني. الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه اقتراح كود تفاعلي يعتمد على HTML فقط او CSS فقط. ما انا خلي بالك HTML فقط CSS فقط دي كلها حاجات ثابته، فطبعا في تفاعل يبقى معانا جافا سكريبت على طول. فاهمني بقى؟ الغرض الاساسي من انشاء صفحه ويب تفاعليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، صفحه ويب تفاعليه يبقى تحسين التفاعل مع المستخدم مع الصفحه. الهدف الاساسي من العرض التقديمي الموقع ويب هو شرح الفكره. أي مما يلي يعد عنصرا مهما في عرض تقديم الموقع ويب. زي ما قلنا في عرض تقديم الموقع ويب احنا عايزين صور توضح الواجهة، والهدف من تطبيق الاختبارات احنا عايزين بقى نتشيك، فبنعمل ايه؟ بنقيم المستخدم من خلال الأسئلة. عشان لو في أي مشاكل يعني نبقى نحلها وكده، عشان كده هو في الأول والآخر اسمه اختبار. أي عنصر يستخدم لإظهار سؤال داخل تطبيقات الاختبارات، احنا عايزين سؤال فبنحط نص سؤال، دي حاجة زي يعني. يفضل أن يحتوي العرض التقديمي على نصوص طويلة جدا، لا شرح واضح وبسيط. عشان لما تعمل برزنتيشن لمقهى بيدربك الفصل الأخير ده يعني، بيدربك لو أنت عملت موقع إزاي تعرضه للناس وتفهمه لهم يعني. من فوائد العرض التقديمي الجيد للموقع هو تعقيد الفكرة، لا توضيح الفكرة طبعا. تطبيق الاختبارات يتكون عادة من أسئلة وإجابات. أي مما يلي يعد تفاعلا داخل تطبيق الاختبارات تفاعلا، فاحنا هنختار إجابة صحيحة. العرض التقديمي للموقع يستخدم غالبا العرض التقديمي للموقع يستخدم غالبا قبل ايه؟ قبل ما تصمم الفكرة، ولا قبل ما نعرض؟ قبل ما نعرض المشروع الآخرين، اللي احنا نصمم الفكرة أصلا أول حاجة خالص. بنعرض يعني بنعمل عرض تقديمي بعد كده بنعرضه بقى، فاهم؟ هم نعمله يعني. من الجيد أن يتضمن العرض التقديمي شكل الموقع وطريقة استخدامه، طبعا ما ينفعش إعدادات سرية ولا الهجص اللي موجود ده كله، أخطاء برمجية ليه أقول له إن أنا بغلط يعني. عند الإجابة على سؤال في تطبيق الاختبارات يتم تسجيل اختيار المستخدم، تجاهل الإجابة، إغلاق التطبيق، ولا أي حاجة طبعا من الكلام اللي ملوش لازمة اللي موجود بعد به ده. من مميزات التطبيق، خلي بالك هو جايب لك الأمثلة اللي موجودة عندك في المنهج، وبيسألك جوه الأمثلة اللي شرحها لك، فعشان كده أنت لازم تركز في الأمثلة يعني. هتلاقي هنا شوية بعد كده تطبيق اللعبة بتاع اللي هو الكرة اللي قاعدة بتخبط في الحاجات دي، هنحلها اصبر. من مميزات تطبيقات الاختبارات هو عرض نصوص ثابتة، التفاعل مع المستخدم. لما بنيجي نتست بنعمل ايه؟ بنكتشف الاخطاء والتاكد من صحه النتائج. اي نوع من الاختبارات يستخدم للتاكد من ان كل داله تعمل بشكل صحيح منفصل هو اليونت تيستنج، الوحده، فاحنا بنقيس بالوحده يعني. فيونت تيستنج احنا كده ناقصنا كام سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في عندنا 116 12 اسئله بس. ما الدور الاساسي للكره في لعب تكسير القوالب؟ الكره هي بتكسر، ده كلام فاضي يعني. ممكن هنفكس للقصه بتاعت تكسير الكره دي وتتفرجوا عليها انتوا وتلعبوها سوا يعني. تعالوا نقول الاختيارات على طول. الكره بتعمل ايه؟ بتكسر قوالب اي حدث، دي سؤال مهم. اي حدث ايفنت يتم استخدامه غالبا لتحريك المضرب في لعبه تكسير القوالب بيبقى كيبورد انبوت، لان هو انت بتعمل الحدث، فهو مبيبقاش ماوس يعني. ماوس انت بتحرك الماوس بتاعك. لماذا يتم تشغيل الاختبارات بعد تعديل الكود؟ ده سؤال مهم ملوش علاقه بالامثله اللي كنا بنشرحها فوق. ليه بتشغل اختبارات؟ عشان تشوف الغلطات فين، تتاكد ان التعديلات لم تسبب اخطاء جديده. ما النتيجه المتوقعه عند فشل احد الاختبارات؟ بنتجاهل الخطا، ام بنحذف برنامج، ام بنحدد مكان الخطا لمعالجته، ام بنوقف جهاز الكمبيوتر. انت اصلا لو قريت الاختيارات كده بدماغك هتفهم ايه اللي منطقي وايه اللي لا. فلما اي فشل بنختبره بنحدد مكان الخطا او بنعالجه. ما وظيفة المضرب؟ هو منع سقوط الكرة خارج الشاشة. المضرب اللي هو المربع اللي جوه اللعبة ده، اللي هو الأحرف يعني. ماذا يحدث عادة عند اصطدام الكرة بالقالب؟ بيختفي القالب. أي من التالي يعد فائدة مباشرة لاستخدام الاختبارات؟ برضو نفس الفكرة. تقليل عدد الأخطاء. أي مرحلة يتم فيها التأكد التطبيق يعمل كما هو المستخدم النهائي؟ هو اليوزر اكسبتنس تيستنج. هو الفرق بين يونت تيستنج انك بتقيس واحدة، لكن دي انت بتقيس رضا المستخدم. كيف يتم خسارة اللاعب في لعبة تكسير؟ امتى بنخسر؟ لما الكرة بتصطدم بالأرض أسفل الشاشة. ج. أي عنصر مسؤول عن التحكم في زمن حركة الكرة داخل اللعبة؟ هو تايمر. احنا كده شرحنا الأفكار الأساسية من أول خالص في الفصل الثامن بتاع الشبكات لحد الآخر خالص بتاع القوالب والتستنج والذكاء الاصطناعي التوليدي بتاع الفصل 13، لدرجة إن احنا قعدنا نشرح اللعبة بتاعة تخبيط الكور دي أصلا كأننا بنشرح اللعبة.
مش بنشرح مش بنشرح البرمجه. يعني انت لو بتفكر، وده موجود ليه عشان يتاكد ان انت ذاكرت اللعبه كويس وعملت الاساينمنت بتاعك او الهوم ورك بتاعك او ايا كان الواجب يعني، ويفهم ان انت ايه شفت اللعبه. فمن غير ما نعمل اللعبه احنا فهمنا الاسئله اللي هو ايه بيجيبها كده. شرحنا كل الاسئله اللي الوزاره نزلتها. اي حد عنده اي سؤال تاني عطلان قدامه، اي حد عنده اي استفسار، يبعت على جروب الواتساب، اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن، او الرقم البرايفت بتاعي اللي برضه موجود في الديسكربشن. بالتوفيق يا رجاله، سلام.